مصر على المركز الثاني بين شعراء العالم، وحصل على الدكتوراه الفخرية في الأدب والشعر من الأكاديمية الدولية في إيطاليا. شارك في المهرجان العالمي للفن التشكيلي في القصر الثقافي في اسكندرية. الحقيقة حصل على ألقاب كثيرة، يسعدنا إن احنا نسمع منه هذه القصيدة. سعيد بعرس محافظة الجيزة اللي هو فيه الطب، فيه الثقافة، فيه العمل الاجتماعي، وتشرفت بضيوف المنصة الأفاضل. والقصيدة دي بالذات ليها طبعا، بس حضراتكم ممكن استأذن لأن ما ينفعش إن أنا أقول قصيدة ويبقى المنظر كده كل واحد واخد التاني. حضراتكم اللي قاعد برضه عشان مش هينفع. أنا حافظ لا يقل عن 12 ديوان في دماغي هنسى. لو سمحتوا يا أستاذة، أشكركم للاستجابة. شكرا يا أستاذ سعيد، شكرا يا دكتور مصطفى. اتفضلوا يا جماعة، اتفضلوا بتاعنا. اتفضلوا. القصيدة دي ليها تاريخ كبير معايا، حسستني بقيمة مصر، ومش شعار ولا شعارات ولا كلام. لما تعبت في الغربة كتبتها ليلة ما أنا مسافر، وكل إنسان فينا عمره ما هيحس بالنعمة اللي هو عايش فيها إلا لما يفتقدها أو يغيب عنها. وصدقوني الكلام ده أنا حسيته. فاكرة وأنا صغير لما علموني إزاي أنطق أوام وأبقى نبغى في العلام، فهموني معنى السلام، علموني إزاي أرفض الهزيمة، يبقى لي في الوطن قيمة، وابقى شمعة حق بتنور ليل الظلام. لما كبرت وتعلمت كل حروف الكلام، أول كلمة نطقها لساني مصر يا نبع حناني. حسيت يومها إن الكلمة طالعة من قلبي ووجداني، وفضلت أنا بيكي أحقق أمانيكي وأحلامي. عشت أنا فيكي أسعد أيامي. طول عمرك يا أمي بتحملي همي، وأنت غرامك يجري في دمي. لما كنت أتغرب وأبعد عنك كنت بحس بشوق جوايا، شوق بيصحح حنيني اللي أخدته معايا، بيفكرني بشمسك قمرك نيلك وغيطانك ونخيلك، والسوائل اللي صوتها نغم بيغنيلي، والناري لما يغني يحكيلي ويدندن مواويلي، ويفكرني لما كنت اتغرب وارجع اقرب اجيلي. عارفه يا امي لما اسمع صوت اجراس الجنايز في احضان الاذان بحس الامان، وافتكر ايام زمان، وافتكرك يا امي يا حضن الاديان. صدقيني اشتقت لك، بكره جايلك، قلبي حننك، مشتاق لحبك وحضنك وليالي زمان. شكرا لحضرتك. شكرا ليك يا